انزين اليوم الرئاسه المقبله اذا صار في تصويت يعني كانه واضح من سيترشح الى الان اذا لم ياتي شخص ثالث، راح تصوت حق منه؟ انا ما ادري اذا كان واضح ولا لا، يعني هم يقال بان يعني حتى لما رحت سجلت تسالوني صوتك الرئاسه حق منو؟ حق سعدون ولا حق مرزوق؟ وكأن مشاكل بلد يعني اختزلت في شخصيه الرئيس، ما سالوني عن برامجك ولا تصوراتك ولا رؤاك ولا تطلعاتك، سالوني بس حق منو راح تصوت حق الرئاسه. انا ما ادري من راح يكون هذا، ولكن ترى مرزوق الغانم تاجر واحمد سعدون تاجر. ليش ما نطلع واحد من الطبقه الوسطى؟ ليش؟ زين، اوكي. انا اعتقادي صوتي في قضيه الرئاسه راح يذهب لمن لديه اجنده تعاون مع رئيس الحكومه. من لديه اجنده انتقام، هذا معناته تأزيم وحل وعوده للانتخابات مره اخرى. من الاخذ بعد الشعب مل، الناس ملت. يعني صوتك بالرئاسه لمن سيتعاون مع رئيس الوزراء. مع الحكومه. نعم. اللي يعني بالنهايه ومن يقدر يعني يخلق نوع من التفاهمات الى الحكومه، ومن يخلق توازن في القاعه. انا صوتي راح يذهب حقه، واتمنى ان نجد رئيس مجلس من الطبقه الوسطى. ليش ما يكون طبقه وسطى؟ يعني عندنا امنيات ودنا نشوفها، ودنا مثلا نكون مثلا نائب رئيس مجلس نائب شيعي، بس مو عشان شيعي، لا، حتى نوصل رساله بان بلد انتهى فيها الطائفيه وانتهى هذا الخطاب. ليش ما نشوف نائب رئيس شيعي؟ حاولنا في 2020 وما صار، وجاء 2022 وما صار. انت قلت 2020 ان الربع عقد فلان ما صوتوا له، زين ما ادري صح او خلع كتر. انتم كنتم مسيدين مجلس 2022، ليش ما مكنتوه؟ ليش صوتنا حق نائب رئيس تاجر؟ يعني رئيس تاجر، نائب رئيس تاجر. بالنهايه انا اتمنى اني اشوف مناصب مجلس ناس